السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنعمل معاكم كريب البطاطس، أكلة ولادي المفضلة. الكريب عموما أحمد ابني هو اللي بيحب يعمل الكريب. قلت له صور يا أحمد الطريقة وأنا هنزلها لك على القناة، شجعوه بقى وما تكسفونيش معاه. هو طبعا مكسوف يسجل الفيديو بصوته، فانا هقول هو عمل ايه. هنا جايب اكياس كاتشب وكياس مايونيز وحطهم في طبق على بعض، وهيقلبهم كويس عشان يعمل صوص. هو بيحب يعمل الصوص كده على بعض، طبعا طعمه بيبقى ايه حلو. هنا جاب عيش سوري وتنى منه حتة اهي، وهيدهن بقى الصوص اللي عمله. وبعد كده حط البطاطس، وهنا بقى بيرش على البطاطس شطة وفلفل اسود وكمون. بعد كده جاب جبنة شيدر هيحطها، قطعها نصين. بعد كده هيحطها، ممكن بقى اي جبنة تاني تنفع جبنة موتزاريلا مبشورة، جبنة برضو شيدر مبشورة، جبنة رومي مبشورة، اي جبنة بتسيح، بس دي اللي كانت متوفرة عندنا فهو حط منها. بعد ما حط الجبنة حط بقى صوص تاني، طبقة صوص تاني كده. هيلف السندوتش وبيقطع الطروف بالسكينة عشان فاضية. وجاب الجريل حط فيها شوية زيت وسابه يسخن. بعد كده هيحط بقى فيها السندوتش، لما يحمر من الناحية اللي تحت يقلبه على الناحية التانية. بعد ما يحمر من ناحيتين يبقى كده طلعه وحطه في الطبق وقطعه نصين، وهو كده خلص السندوتش. هيجيب بقى طبق حطت فيه توريتوز والصوص وياكل بقى. يا رب الطريقة تعجبكم وشجعوا احمد بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.